يسعد اوقاتكم متابعيني. لازم كان اعمل هذا الفيديو اليوم ضروري عن ولادة توتا اللي صارت امبارح. الولاد اللي شفتوهم بالفيديو امبارح ان ولاد لوسي مش توتا. آه طبعا توتا ولوسي بنفس المكان، انتم متخيلين الام وبنتها. هذا المشهد ما بذكركم بمشهد قديم صار على حسابي، اللي هو دودو وقت عملت القيصري وتوتا لما كانوا والدين مع بعض. تمام. شوفوا يلي صار يا حبيباتي. هلا انا ضليت اخر حمل توتا لفتره. اخر حمل ولادي الها كان بوقفه يوم عيد الفطر. اللي عنده حسابي عم بيتابعني من وقت بيكون شاف الفيديو وقت بلشت تولد يوم الوقفه. فانا ريحتها لانه هي تعبت كتير بعد موت امها دودو، ومرضت وضعفت كتير وصارت هيكل عظمي. وانا طبعا بتهمني صحه الام. البيبيات يعني اول على اخر بتقدر تتجوز باي وقت، وعادي احنا القطه بنقدر نريحها لغايه سنه، ما بصير لها حاجه، يعني ما تخافوا من هاي النقطه. اقل شيء مره تتزوج بالسنه. فضليت مخبياها عن الزواج لفتره لغايه ما هربت وتزوجت اخر مره. شوفوا هلا شو اللي صار. طلع بيبي. اول شيء كان العدد 4 ببطنها. طلع بيبي للاسف مرعب. شكله مرعب. اول مره قديش بتولد عندي قطط شكله زي المخلوقات الفضائيه. يعني لما هي طلعت البيبي كان هذا رقم 3. فتحت الكيس عنه كانت عينيه مفنجره. اول ما شفت عينيه قلت هذا اكيد ميت او غير مكتمل او مشوه. اول ما فتحت الكيس عنه اقسم بالله العظيم من صدمه البيبي عم يتحرك في الروح. طبعا ما نوى، ما طلع صوته، وحاولت معه رغم انه منظره مرعب، وقعدت افكر مليون تفكيره وهو بهالمنظر. قلت لكن انا حامل اللي علي والباقي على الله. ما كمل، يعني كانت نص ساعة وبعدين راحت، يعني طلعت روحه. تمام. بنيجي بعدين على كان فيه بيبيين مطلعاهم بس بالكرتونة عند بالكرتونة اللي كانت فيها لوسي. رحت انا رفعتهم على جنب، شلت الخلاص عنهم اللي هي المشيمة وهالقصص، حطيتهم بالكرتونة الثانية. حاولت اعدها عند ولادها لكن للاسف ما قعدت. رجعت عند ولاد لوسي. المنظر اللي شفتوه بالفيديو تبع امبارح. تمام. ما ركزت كتير مع الولاد اللي انا طلعتهم من الكرتونه، عم بتابع مع الولاد لغايه ما تخلص. كان فكري انه معها عدد كبير لانه كان بطنها كتير كبير. طلعت بعدين الرابع. ما بعرف ايش هيك نفسها سريع، يمكن عشان عم ترضع. اوكي. طلعت البيبي الرابع اللي هو هذا الابيض. شوفوا حورجيكم انا هلا اولاد توتا الفعليين. هذا لتوتا بيشبه عسل. ابوه بيشبه باندا. هيو هذا هو بيكي فيس. رح يطلع بيكي فيس. تمام. هذا البيبي الاول، وهذا البيبي الثاني عم يرضع، ما بدي اشيله، لونه برتقالي. هذا البيبي الثاني لونه برتقالي. هدول اولاد لوسي. تمام. حنيجي على البيبي الابيض الاولاني اللي كان طالع معاها. غير مكتمل برضو، فيه عيب خلقي. اوكي حورجيكم اياه. هيو تفرجوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عم بعطيه حليب لانه هو مش عم يقدر لحد الان يرضع لحاله. تفرجوا كيف في فتحة بالانف. الانف غير مكتمل. التم برضو مش مزبوط. اوكي يا عمري انا عم بحاول قدر الامكان اخليه يرضع لحاله. ما في فايدة، ما في فايدة. طبعا بحط لوسي برا ست الحسن، وهاي جوا. بتصير هاي بدها تطلع لبرا وهاي بدها تيجي جوا. هاي بتحمل اولاد هاي وهاي بتحمل اولاد هاي. حتى فله كانت عندي بالاوضه، طلعت انه صاروا ياخذوا اولاد، يسرقوا اولاد فله وياخذوهم عندهم. بدهم ياخذوا كل البيبيات اللي عند القطط ويخلوهم عندهم. هلا ليش عندي زحمه الولاده هاي وهيك صار فيني؟ لانه قعدت اجل كل واحده فيهم. هادي لوسي صار عندها اجهاض، اضطريت انا اخليها بلا حمل ولاده لشي 6 اشهر لترتاح وتشد حيلها عشان تكون ولادتها صحيه وسليمه. والحمد لله جابت ولاد بجننوا. خسرنا واحد منهم امبارح للاسف. شكلها توته وهي عم تولد وقاعده بتضغط تعمل بوش خنقته. حاولت اساعد اسعفه اعمل اللي علي، لكن للاسف خسرنا، ما في فايده. شوفوا الاولاد كلهم وين. هاي حطت بتحط 8 كلهم على صدرها. اوكي. وهاي بتحط 8 كلهم على صدرها. هذا طبعا ما عم بيرضع. هذا ما عم بيرضع. انا عم بضل اعطي له كل ساعتين وجبه لاشوف اخرتها. اذا كبر شوي تمه مثلا شد صحته حيقدر يرضع لحاله، حيكمل ما حيكمل، انا حاعمل اللي علي والباقي على الله. لكن ولاده توتا هاي المره كانت للاسف بشعه جدا. وطولت، والحمد لله انها هي طلعت بالسلامه. والسبب لانه هي ما تزوجت الزواج الصح.
الزواج الصح يعني انه انا ما اعطيتها لذكر يتزوجها. الزواج الصح لحتى يجي عندها انتاج ممتاز. اللي صار انه هي هربت اكثر من مرة. الهروب هذا مرتين اتجوزت من سيفو السكوتش اللي عندي، وثلاث مرات من عسل. تمام. وطبعا هذا الشيء شو عمل معاها؟ عمل معاها تشوهات بالاجنه، اللي بقول لك عادي القطه تتجوز اكثر من ذكر. لا طبعا مو عادي ابدا تتجوز اكثر من ذكر. المفروض لما احنا نعطي قطه تنتج بدنا ندخلها على الزواج، نعطيها ذكر واحد 3-4 ايام يتجوزها الزواج الصح، وبعدين نفصل الذكر عن الانثى لغايه ما يكتمل الحمل عندها. غير هيك زي ما انتم شفتوا، هاي دليل على كلامي انه ممكن يحصل تشوهات ومشاكل بالولاده، ويعني واللي انتم شايفينه قدامكم. تمام. هذا كان فيديو اليوم. الحمد لله على سلامة قطتي، هن بخير الحمد لله. واي تطورات تانية رح اورجيكم اياها، وانتظروا فيديوهات ان شاء الله جديدة رح تكون كتير حلوة بالايام الجاي.